فهد. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 38 من زمن المباراة، في سقوط لمهاجم الأهلي بلايلي داخل منطقة الجزاء، ونشاهد هل كان في مخالفة على لاعب نادي الهلال. أولا في وضع يدين لاعب الهلال داخل المنطقة، ولكن ما في مسك. ما حصل كالتالي الآن: هنا في ركل من مدافع نادي الهلال بالساق على قدم لاعب النادي الأهلي من الخلف، وبعدين لعب الكرة، وبالتالي في سقوط اللاعب نادي الأهلي داخل منطقة الجزاء. كان مفترض أنه على حكم الفيديو أن يستدعي حكم المباراة ويتخذ قرار ركلة جزاء للأهلي، لم يعلن عنها. نعيدها إذا سمحت، نعيد الركل من البداية. هنا لاحظ قدم لاعب نادي الهلال اليمنى، كمل هنا عملية الركل وبعدين لعب الكرة. فعملية في ركل داخل منطقة الجزاء، ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 8 للأهلي عفوا، لم يعلن عنها في الدقيقة 38. الحالة الأولى. الآن في لقطة ثانية إذا سمحت أستاذ، قلت إنه بالنسبة للركل واضح من الخلف. كمل كمل كمل. هنا اليدين ما في أي إشكالية. لاحظ الآن قدم لاعب نادي الهلال، كمل الركل الخلفي في ساق لاعب النادي الأهلي. هنا عندما لعب الكرة، قبل أن يلعب الكرة في عملية ركل في القدم اليمنى من لاعب نادي الهلال. هنا الركل حدث قبل أن يلعب الكرة. لحظة، حق الرد عند كابتن سمير. كابتن سمير، عندك تعليق عليها؟ تفضل. عندي تعليق عليها. دي ركلة جزاء سليمة لصالح الأهلي لم تحتسب بسبب مسك لاعب الهلال بكلتا يديه مهاجم الأهلي. يعني اما نكمل اللعبة هتلاقي لعيب الهلال، اما نكمل اللعبة في الإعادة هتلاقي فيه بإيديه الاثنين. أيوة بس هنا تمام، ده مسك خلاص. كرة واضحة، مسك بغض النظر في رجل ولا لا. طيب. دي مسك أعاقت اللعيب إنه يكمل اللعب، يبقى ركلة جزاء للهلال لم تحتسب. كابتن فودة. أنا عندي للهلال؟ للأهلي عفوا. للهلال للأهلي 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 لم تحتسب.